السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقم واحد، أنا انتظرونا النهاردة الساعة 10 في حلقة قوية جدا عن مباراة الأهلي والوداد بتاعت بكرة، لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريقين، وإزاي الأهلي هيقابل الوداد، وإزاي الوداد هيقابل الأهلي. إن شاء الله الحلقة هتنزل الساعة 10، بس هي هتتأخر ل10 عشان خاطر المونتاج، وبمنتج وبعمل كده يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين، نزلت استفتاء من ساعة كده من شوية على الفيسبوك، مين اللي يستحق ان يحرس مرمى الاهلي في الماتش اللي هيغيب فيه الشناوي ده، علي لطفي ولا مصطفى شوبير؟ انا صعقت، ومش معنى كده ان انا بقول عن اللي اختار عكسي ان هو ما بيفهمش. لا، احنا كلنا بنفهم كوره، وفي ناس كتير بتفهم كوره اكتر مني. مش معنى ان انا بطلع افهم يعني فانا بقول ان انا العلامه يعني، لكن لا. ولكن انا باخد بالنتائج، وباخد بالاسباب، وباخد بالعوامل. استغربت لقيت الناس يعني ناس كتير قوي تقول لك مصطفى شوبير. استغربت رقم واحد ان انا مش بذم في جمهور الزمالك، ولكن انا بقول صفه جمهور الاهلي وصفه جمهور الزمالك. استغربت ان صفه جمهور الاهلي مش بتاع عاطفه. الاهلي زي ما بيقولوا كده، اللي تغلبه العبه، او بمعنى اصح ايه، هتنفعني هحبك، مش هتنفعني مش هحبك. وده صح، وده اللي منجحنا، وده اللي مخلينا فوق في السماء. لكن على عكس جمهور الزمالك، لو لعيب جاب ضرب جزاء في ماتش درجه تانية هيعملوا منه تمثال. وده اللي مأخر نادي الزمالك دلوقتي. فنادي الزمالك جمهوره بيتعامل بالعاطفه، والنادي الاهلي مش بالعاطفه. فمصطفى شوبير على المستوى الشخصي انا بحبه جدا، وعلى المستوى كحارس مرمى انا بحبه جدا، وبحب والده جدا. والناس اللي عايزه تشوف التحليل بتاعي في الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا، او الكام ماتش اللي هو وقف فيهم، قلت في اشعار. يعني انا مش ضده، قلت في اشعار، هو حارس كويس وحارس واعد وكل حاجه. ولكن لما الاقي الاستفتاء كله ان مصطفى شوبير يقف قدام الوداد، لا احنا بنهرج، لا احنا بنهزر. الموضوع مش موضوع بتوفيق وعدم توفيق. اولا ما تقيس ماتشات الدوري ده، هو وقف قدام الجيش، وقف قدام سيراميكا، مش عارف وقف قدام مين. ده لعب عيال. الدوري مش الدوري المصري فيه مستويات قويه، بس بالنسبه للوداد وفي ماتشات افريقيا ده لعب عيال. ده لعب عيال. ما ينفعش اجيب حارس صغير متصعد من الناشئين ما بكملش سنتين ثلاثه واوقفه ما لعبش ولا ماتش افريقي، يكاد يكون ما لعبش ولا ماتش افريقي، واقول لك مصطفى شوبير فرحانين بيه. عشان خاطر احنا فرحانين بيه، انا عن نفسي فرحان بيه معاكم، ولكن مش كده، مش كده خالص. لا، مش مصطفى. انت محتاج علي لطفي. انا بقول حارس كويس، وعندي اعتراضات عليه اكتر من مصطفى شوبير. لكم انت تتخيلوا، عندي اعتراضات على علي لطفي اكتر من مصطفى شوبير. علي لطفي عنده نقط ضعف كتير، ولكن الخبره تحكم. اجيب ولد من صغير اوقفه من الدار للنار قدام الوداد؟ مش ممكن. انت معتمد على ان مثلا المباراه النهارده بكره هتبقى وان سايد جيم، فبالتالي مش هيجي مصطفى شوبير اهداف. بالعكس، الوداد هيسيطر فترات على المباراه، الوداد هيعمل خطوره قويه عليك جدا على المباراه، لان انت هتطير الباكات وهتبقى خط النص كله طاير، وهيلعب من وراك الاوفرلاب، وهو تخصص اوفرلاب، وهيلعب من وراك العرضيات والالعاب الهوائيه، وهو متميز فيها. فمصطفى شوبير غير متميز لسه في الالعاب الهوائيه، مش على طول، لسه ما اكتملش خبرته في الالعاب الهوائيه والاوفرات والكور العاليه، وحصلت في ماتشين ان هم فلتوا منه والكره وقعت منه كده. ولكن هو طبعا ادى في المباراتين اللي وقفهم في الدوري اداء حدث ولا حرج يعني، ولا اجمل ولا اروع. ولكن دي ماتشات دوري، ما يجيش اوقفه عشان لما يجي يقف وتحصل كارثه هنقول ايه. في ناس هننقسم جزئين، جزء هيقول معلش اصل لسه صغير وخبرات، وجزء تاني هيقول المدرب الحمار اللي وقف كده. لكن احنا بنقول احقاقا للحق والصح، على الاقل علي لطفي جاي لنا من الاهلي، احنا ما علمناهوش، جاي لنا من الاهلي خبره. علي لطفي جاي قبل ما يجي من الاهلي وهو خبره، حارس دوري ممتاز، لعب انبي ولعب بتروجيت ومش عارف ولعب مين، ولعب انديه دوري ممتاز كلها، ووقف شويه كم ماتش في ماتشات افريقيا، ووقف قدام الزمالك، ووقف قدام بيراميدز، ووقف قدام فرق قويه كتير. ما اجيش بقى اسيبه اركنه واجيب مصطفى شوبير العيل اللي لسه متصاعد بقاله سنتين ثلاثه، واقول عشان هو متالق في ماتشين الدوري ولا كده. لا يا جماعه، احنا ما بنحكمش بالعاطفه، احنا ما بنحكمش بالعاطفه. حتى لو علي لطفي هيغلط، على الاقل هيبقى الواحد ضميره مرتاح ان عشان الشناوي مش موجود. انما لما مصطفى شوبير اجيبه واوقفه ويغلط، ضميري هيعذبني في حاجتين: ان الشناوي مش موجود، وتاني حاجه طب ما كان عندك علي لطفي الحارس التاني الخبره، راح تجيب عيل صغير. معلش. فاحنا يا جماعه، انا ما بقولش ان انا بفهم كوره، ولكن ناخد بالعوامل والنتائج. الولد لسه ما اكتملش، ما وقفش ولا ماتش افريقي، ما عندوش خبرات افريقيه، ما عندوش خبرات حتى مع منتخب بلده، ما عندوش حتى خبرات مع منتخب بلده.
ف مع يعني ما لعبش ناشئين كتير ولا وقف كتير ولا كده، فالموضوع صعب، الموضوع صعب. نحكم بالعقل يا جماعه، نحكم بالعقل. مصطفى شوبير حارس واعد، ولكن مين اللي جاي بعد ما ياخد ماتشات افريقيه كتير؟ لكن علي لطفي هو الاجهز، هو الاحق. انتظروني ان شاء الله بالليل الساعه 10 في حلقه قويه جدا جدا جدا، هطمن كل الجمهور الاهلاوي على النادي الاهلي وازاي هيلاعب الوداد. السلام عليكم.